كل شهر مبلغ، مش هقول لكم كام، حسب ما كل واحد مقدوره يعني. فكان فيهم واحد شغال في السكة الحديد، كان في واحد فيهم من العيال دول شغال في السكة، ابنها يعني. وكانت مراته عندها يعني كان عنده 4 عيال. أكبر واحد فيهم تقريبا الله أعلم 10 سنين ولا 15 سنة، في 3 سنين، في سنتين، يعني أعمار متفاوتة. فكانت المصاريف مش مقضية. كان الابن دوا من دول ولادها يديها اللي هي عايزاه، ما كانش يحوش عنها حاجة. وكان في نفس الوقت ظروفه على جديه، موظف، لكن ظروفه كانت على جديه، جد الجد. ومع ذلك انتبهوا للكلمة اللي جاية دي، انتبهوا للكلمة اللي جاية دي بالذات. ومع ذلك كانت حماتها تدخل عند مرات ابنها دي تلاقي عندها خير ربنا مستورة. بتجيب منين وهي ظروفها على جدها؟ تيجي الحما تسألها منين ده، تقول من عند ربنا. مش حكاية والله، ده حصلت، مش حدوتة، ده حصلت فعلا، حصلت فعلا. تاكل في نفسها. طب نساوين ولادي جوازتهم شغالة بس مش زي دي. الله. وابني ده ظروفه على جده وصحته على جده. يعني انا نفسي امه عارفة، مفيش داعي ان مراته تضحك عليا وتقول لي وتعيد لي، بالعكس انا بخش اكل عند مرات ابني دي واشرب عند مرات ابني، وبالعكس كمان لما يكون في حاجة وانا مش شايفاها هي بتطلعها لي. شفتوا لدرجة ايه؟ بس في حاجة هنا، ان كل واحد مع نفسه في البيت، كل واحد مع نفسه، محدش يعرف عن التاني حاجة. مش احلى حاجة طبعا، مش احلى حاجة. الاخوات عمرهم ما يتجوزوا، المفروض لا، مش احسن حاجة. برضو ما طولش عليكم لان الحكاية طويلة، الحكاية دي طويلة. فالست عايزة تعرف ايه الحكاية. هما بيضحكوا عليا، بيجيبوا منين؟ ولا ابني يكون شغال شغلانة تاني ومراته، طب ما لما يكون شغال شغلانة، طب ما يزودني في المصروف، زودك في المصروف. ده انت مرة بجحة، اقسم بالله انت مرة بجحة. ما يزودني في المصروف. طيب اشوفه بيجيب منين اما عنده ده كله ومش حايش عني حاجة، ومراته بتديني. طب ما تنيل على عيني وعين اللي جايبيني واسكت، احمد ربنا ان